السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا متابعين الكرام، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. هقدم لكم النهاردة فيديو جديد وجميل وحاجة كده كل ولادنا بيحبوها، وإن شاء الله يا حبيبة قلبي هتعجبك وهتنال إرضائك. وطبعا سهلة وسريعة برضو، مش هتكلفك أي حاجة خالص. فيديو النهارده هنتكلم عن الشيش طاووق، بس الشيش طاووق طبعا على طريقتي. هنعمله في الطاسه على البوتاجاز، مش هنعمله في الفرن ولا حاجه، هنعمله في الطاسه. برضو طريقه سهله خالص، وان شاء الله هتكون مريحه معاكي وهتريحك. الشيش طاووق طبعا بتشتريه جاهز من عند الفرارجي بتاع الفراخ، بتقولي له عايزه مثلا الشيش طاووق، فهو بيديهولك جاهز، فبتيجي بقى بتتبليه وتجهزيه، وبعدين تشتغل عليه على طول. لو مش بتجيبيه جاهز او المكان اللي انت موجوده فيه مش متاح ان انت تجيبي الشيش طاووق جاهز، فبتجيبي يا حبيبه قلبي صدر الفرخه، وتمسكيه تخليه من العظم ومن الجلد، وبعدين تقطعيه، وبعدين تقطعيه يعني مش كبير ومش صغير، مكعبات كبيره شويه، مش صغيره زي الشاورما. وبعدين بقى بتيجي على التتبيله اللي بعد كده هقولك عليها، التتبيله الخطيره الجميله. هتجهزي التتبيله بتاعتك وهتنزلي بالشيش طاووق بقى، طبعا بعد ما بتغسليه كويس جدا. بتغسليه وتعصري له كده عصرة ليمون في المية، وحبة خل وحبة ملح، تغسليه كويس وبعدين تصفيه في المصفى، وبعدين تنزلي في التتبيلة القمر بتاعتك. زي ما انتم شايفين كده انا جهزت التوابل بتاعتي، وجهزت الشيش طاووق اللي انا قلت لكم عليه، غسلته كويس وبعد كده حطيته في المصفى، وبعدين نقلته في الطبق بعد ما اتصفى. التوابل اللي موجوده معانا طبعا معايا كزبره، كمون، بابريكا، فلفل اسود، الدقه اللي انا متعوده عليها في مطبخي، وحبه بابريكا زي ما قلت لكم. تمام كده، وحبه شطه. هبدا بقى انزل بالتوابل بتاعتي القمر دي في البوله اللي موجوده معايا دلوقتي، وهنزل بقى عليهم بعلبه زبادي بلدي. علبه زبادي بلدي يا حبيبه قلبي، وبتقلبي التوابل كلها مع بعضها، ومع نص ليمونه تعصريها عليهم، والشاورما والشيش طاووق، وتقلبيهم مع بعض كده كويس لحد ما يعني كل المكونات تتداخل مع بعضها. هقولك على حاجة برضو بديل الزبادي، ممكن لو عندك حليب رايب تستخدميه او تستعمليه بدل الزبادي. مفيش مشكلة خالص برضو، ولو كوباية لبن او نص كوباية لبن عادية خالص مفيش مشكلة برضو، هتستعمليها هتديكي نفس النتيجة، واللهم بارك تطلع معاكي نتيجة كويسة اوي. بصي بقى الخليط بتاعنا بعد ما قلبت التوابل مع كوباية الزبادي، قلبتهم مع بعض كده بالشكل دوت، ونزلت عليهم بالشيش طاووق، وقلبت كل المكونات مع بعض. تقلبيها لحد ما تحسي ان كل المكونات اتجانست مع بعضها، وبعدين بتغطيه وتسيبيه حوالي من ساعة لساعتين في التلاجة. لو الجو برد هتسيبهم بره التلاجة على رخامة المطبخ. طبعا انا حطيت المكونات بتاعتي كلها بعد ما قلبتها كده مع بعض، حطيتهم وغطيتهم وحطيتهم جوه التلاجة، لان كنا لسه يعني بدري عن ان اجهزهم، فقلت خليني بقى اسيبهم شويه. هاجي بقى للخطوه اللي بعد كده، عملت حاجه حلوه قوي مع الشيش طاووق بتاع النهارده. كده معايا حله على النار، وهعمل الرز المبهر او الرز بديل البسمتي اللي هو الرز الاصفر. يعني هتقولي لي هتعمليه ازاي يا ام عمر، هقول لك كملي معايا الفيديو وهتشوفي انا عملته ازاي. واللهم بارك بيدينا نتيجه حلوه قوي زي الرز البسمتي يعني مش عايزه اقول لك واحسن كمان، لان فعلا بيدينا نفس النكهه ونفس الطعم، وبيديكي نتيجه حلوه قوي وطعمه جميل. انا قبل كده على القناه بتاعتي عملت لكم بديل الرز البسمتي بلسان العصفور، يا ريت تتابعوا الفيديو وتشوفوا عملته ازاي. عايزه اقول لكم كان فعلا جميل جدا جدا، وكانت نتيجته روعه، ما كنتش متخيله ان هو يطلع بالجمال دوت، اللي هو لسان العصفور بديل الرز البسمتي. اللهم بارك، طلع فعلا جميل جدا وطريقه تعتمديها. فانا حبيت النهارده طبعا مع الشيش طاووق اعمل الرز المبهر او الرز الاصفر اللي هو بالخلطه بالكاري. بصي يا حبيبه قلبي، هتجيبي بصلايه متوسطه وهتقطعيها ناعم بالشكل دوت، وهتحطي بقى كده حوالي 3 معالق من الزيت في الحله بتاعتك على النار، وهتنزلي بالبصله الناعمه، بصله متوسطه وتقطعيها ناعم، وتنزلي بيها في الحله بتاعتك كده على الزيت، وتقلبي بقى لحد ما البصله تصفر، مش عايزينها تحمر، لا هي هنصفرها بس كده، مجرد ان هي تاخد لون.
وطبعا هتكوني بقى مجهزه التوابل بتاعتك او الخلطه بتاعتك، سواء عندك في مطبخك بتجهزيها او بتشتريها من عند العطار. هقولك بقى الخلطه اللي عباره عن ايه. بتجيبي من عند العطار، لو عطار كويس وانت بتتعاملي معاه زي اللي انا بتعامل معاه كده، بتقولوا له عايزه خلطه الرز الكبسه او الرز الاصفر، هو بيديها لك مع بعضها بيعملها. هي نوعين، في منها بتحط عليها زعتر، وفي نوع تاني اللي انا اشتغلت بيه اللي هو الكاري والكركم والليمونه والقرفه، يعني وحبه مرقه كده بسيطه، في خلطه بيعملها مع بعضها وبيقلبها مع بعض وبيبيعها. عايزه اقول لكم اهيت الخلطه دي بالشكل دوت جميله جدا، انا بجيبها من عند العطار اللي انا بتعامل معاه. عايزه اقول لكم جميله جدا، والنكهه بتاعتها تحفه. بصي يا حبيبه قلبي، برضه اقول لك على اضافه حلوه قوي. البصل بعد ما يعني شوحتها صفرتها اديتها لون ونزلت عليها بالتوابل. الخطوه دي مهمه، لازم تحمصي التوابل بتاعتك او الخلطه بتاعتك كده مع البصل او الزيت. بتتحمص كده وتديكي ريحه حلوه قوي، اللهم بارك. حابه بقى تضيفي يعني مكعب من صدور الفراخ مع الخلطة دلوقتي ومع البصل، مفيش مشكلة خالص. لو موجود عندك او متاح عندك ممكن تضيفي حاجة زي كده، فبتبقى جميلة جدا وبتديكي نكهة حلوة اوي في الاكل. وفي نفس الوقت لو ولادك بيحبوها بيفضلوها، بس انا الصراحة ما كانش متوفر عندي فرحت عملت بالطريقة دي نفس الحكاية. حمصت كده التوابل اللي هو عبارة عن الليمونة وعود القرفة والكركم والكاري، وطبعا حوالي مكعب من المرقة مخلوط عليهم. وبعد كده نزلت بالفلفل متقطع اللي هو الفلفل الالوان، عندك اصفر اخضر احمر، الفلفل الالوان ايا كان، او ممكن لو فلفل رومي بس مفيش مشكله. ولو حابه الاكل بتاعك يكون مشطشط فممكن تحطي حبه شطه، ويعني الاضافات دي بتكون ليكي انتي. بس انا اديتك الوصفه الاصليه وتشتغل عليها وان شاء الله تطلع معاكي مظبوطه ونتيجه هترضيكي وهتحبيها. تمام. بعد كده بقى بكون غاسله الرز ومظبطاه وحطيته بقى في مصفى كده يتصفى من الميه بتاعته، عبال ما قلبت الخليط بتاعي بالشكل دوت معاكم كده خطوه خطوه. بعد ما قلبت الخليط بعد ما قلبت الخليط بالشكل دوت وحطيت الرز عليه، هبدا انزل بقى بالميه. عقد الميه بتاع الرز بتاعنا دوت بسيطه جدا، ده الرز العادي مش رز بسمتي. زي ما بتطبخيه هتعيدي له عادي خالص مفيش فيه مشكله. بس بحط له بقى حبه ملح كده على بحط له بقى حبه ملح، وبعدين بقى بقلب الرز كده واظبط عيده واغطي عليه وخلاص طبخت الرز اكنه رز عادي خالص. اللهم بارك، بيديكي نتيجه حلوه. بص انا بعمل ايه بقى كده، انا بدوق بس الرز، لان احيانا الخلطه لما بجيبها من عند العطار بيكون حاطط لها بهارات وحاطط عليها ملح، فانا خفت ازود ملح فيطلع معايا مالح. فرحت انا ايه لقيتها لسه محتاجه ملح شويه، رحت حطيت حبه ملح كده رشه بسيطه من الملح على الرز بتاعي واقلبه كده واغطيه واسيبه بقى ايه يتشرب مع نفسه. عبال بقى ما الرز دوت يتشرب كده والدنيا تتظبط، هقولك انا هعمل ايه. هنرجع بقى للششتاوك القمر بتاعنا ازاي عملناه. كنت انا بقى في الوقت مجهزه ايه كده، خلاص الرز بيتشرب اهوت. كنت انا مجهزه بقى البصل مقطعاه حلقات، والفلفل الرومي والقوطه، الطماطم قطعتهم حلقات كده كله حلقات وجهزتهم. وجهزت طبعا عصيان الششتاوك او الخله بتاعه الششتاوك. جهزت كل حاجه كده، وكان الششتاوك خلاص طلعته من التلاجة. اللهم بارك زي ما انتم شايفين اهوت، بصل حلقات والفلفل والطماطم، وادي الششتاوك القمر بتاعنا اهوت كده. قعد له حوالي ساعتين في التلاجة. فرحت بقى جبت العصيان وبدأت بقى اظبط الششتاوك. هتحطي بقى يا حبيبة قلبي الفلفل الطماطم البصل، وبعدين محبة تحطي في النص قطع الفراخ، وبعدين تحطي من الحرف ومن الحرف مفيش مشكلة. حابة تحطي بعد كل قطعة من الدجاج او الفراخ بصل وفلفل وقوطة، برضو زي ما تحبي، بس بالطريقة دي انا بحبها. بحط في الحرف بس من الجهادي والجهادي والفراخ في النص. وهقولك برضو هتعمليها ازاي. في ناس بيحبوا يعملوا الشيش طاووق على الجريل، في ناس بتحب تعمله في الفرن. انا بعمله في الطاسه على البوتاجاز، ما بياخدش مني وقت خالص خالص. عايزه اقول لكم الاكله دي انا عملتها في الانجاز في حوالي نص ساعه 30 دقيقه كنت مخلصه الاكل. يعني ما بتاخدش مني وقت خالص خالص الصراحه. تبلت الشيش طاووق من بدري زي ما قلت لكم، وبعد كده وقفت بقى عملت الرز وعملت
قطعت الخضار زي ما انتم شايفين كده، وعلى طول ما خدتش وقت مني خالص والله. يعني عايزه اقول لك اكله سريعه، هي فعلا اكله سريعه في نفس الوقت لذيذه، ولادنا كلهم بيحبوها. اللهم بارك، هتعجبكم جدا. وبألف هنا على قلوبكم حبايبي متابعين الكرام، وبألف هنا على قلوب اللي اكل من الاكله الجميله اللذيذه دي. طبعا لاول مره يشوف قناتي او يمر كده بالصدفه من قدامها، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا على زر الجرس عشان يصلكم كل جديد من فيديوهاتي من مطبخ حله وبوتاجاز مع ام عمر. بصي بقى يا حبيبه قلبي، بعد ما زي ما قلت لك كده، بعد ما جهزنا كل حاجه بنبدا بقى نشتغل عليها بالشكل دوت كده زي ما انتم شايفين. شوفي الطريقه وجربيها بنفس التفاصيل، وان شاء الله تطلع معاكي مظبوطه جدا وجميله. الشيش طاووق انا دايما متعوده اعمله في الطاسه على النار على البوتاجاز، بيطلع اللهم بارك جميل وطعمه حلو قوي. التسويه بقى هقولك ازاي. هقولك اول حاجه، اول ما تحطي الطاسه على النار وتحطي فيها حوالي معلقه من الزيت، معلقه كبيره، معلقه كبيره من الزيت، وتنزلي بقى بالشيش طاووق ترصيه كده الرص في قلب الطاسه بتاعتك، وبعدين بتعلي النار، مش بيكونش واطيه. بتعلي النار ياخد لون الجنب ده والجنب ده، بتقلبيه بعد ما بياخد اللون المطلوب. وبعد كده بتهدي النار بقى وتوطي عليه. بتهدي النار وتغطي عليه بالغطا، وتسيبيه بقى يستوي شويه كده مع بعضه بالبخار، بيسويه بيكون يعني عايزه اقول لك جميل جدا. فانت لما بتغطي عليه وبتوطي النار بيستوي مع بعضه كده على نار هاديه، واللهم بارك بيكون كويس جدا، وان شاء الله يعجبك ويعجب اولادك، يطلع معاكي نتيجه مظبوطه ان شاء الله. دي كانت طريقه الشيش طاووق النهارده. عايزه اقول لك لما تجربيها هتعجبك، ويا ريت تكتبي لي في الكومنتات ايه رايك في الوصفه بتاعتنا النهارده، وقد ايه طلعت معاكي ممتازه زي ما طلعت معايا، وان شاء الله تطلع معاكي حلوه خالص وهتعجبك وتنال ارضائك. وصفه سهله جدا من مطبخي. شايفين بالشكل دوت كده انا عملت سيخ الشيش طاووق بالشكل دوت اهو كده. هحط بقى الطاسه على النار زي ما قلت لك، واحط فيها معلقه كبيره من الزيت. عايزه اقول لك برده ممكن تزودي تعملوهم معلقتين من الزيت، بس حسب الكميه الموجوده معاكي. اللي كان موجود معايا ده كيلو من الشيش طاووق، لما قلت لك انا جبته من عند الفرارجي. ده كيلو من الشيش طاووق، لو انت طبعا هتجهزيه عندك برده بصدر الفرخه هيديكي نفس الكميه، اللهم بارك، هيديكي حوالي كيلو برده من الشيش طاووق بعد ما بتقطعيه وتجهزيه.